اللي مشكورا ان احنا بنتابع الموقف وان شاء الله ما فيش حاجه، واحنا هنتصل بيكم هنقول اول باول نقول لكم الحاله ايه. فاحنا حاليا منتظرين، احنا مش موجودين معاهم، فاحنا منتظرين وهنشوف الاخبار ايه اللي هيحصل بعد كده. احنا حاليا منتظرين يعني. يا سياده اللواء، يعني مع احترامي طبعا الشديد لكلامك طبعا، لكن ايه اللي يستدعي انك سيادتك تكلم مدير الامن العام وتكلم مدير امن بورسعيد؟ انا بقول لك كلمونا. ايه المستدعي ده؟ الجهاز او الاداري بتاع الفرقه كلمني وقال لي احنا قاعدين دلوقتي ما دخلناش المدينه لغايه دلوقتي، بقى لنا حوالي هم مشوا امتى يا سياده اللواء؟ هم ماشيين من بعد التمرين، يعني اتحركوا بعد التمرين، اتحركوا من هنا من الساعه 7. فلما راحوا بورسعيد فهم اللي قالوا ان احنا دلوقتي واقفين على جنب ومعانا الشرطه ومعانا الجيش وقاعدين لسه حتى هذه اللحظه مش عارفين ندخل او ما دخلناش جوه المدينه. هناك في سياده اللواء علاء بيه، انت رجل امن وانت رجل شرطه، مش قادرين نخش ولا لسه ما دخلوناش؟ مش قادرين يعني في موانع؟ يا مصطفى بيه اتفضل. يا مصطفى بيه، احنا بنتكلم من خلال تليفونات. انا مش موجود هناك عشان ايوه، لكن انا بقول لك الكلام اللي جاي ان هم واقفين على جنب لسه ما دخلوش. فلما انا عايز اسال مدير الامن هم واقفين ليه؟ ايه في حاجه ولا ايه الموضوع؟ فبستفسر من مدير الامن، الراجل مشكورا راجل متعايش ومتواجد، قال لي لا احنا بنفضلهم الطريق عشان النهارده الجمعه وفي افراح وفي زحمه بورسعيد دلوقتي بالظبط. فبقول ان احنا بنفضلهم الطريق عشان ده كلام مين؟ ده كلام مدير الامن. السيد مدير الامن. راجل طبعا المفروض راجل صادق يعني. طبعا راجل مسؤول. راجل مسؤول وراجل يعني متواجد، وراجل بيتصل بيا كل شويه وفي اتصال مستمر بيننا وبين بعض. فهو بيطمني بيقول لا اطمن مفيش حاجه، احنا بنفضل الطريق عشان ما يكونش في حد موجود عشان يوصلوا للفندق بالسلام. ده الكلام اللي قاله لي مدير الامن. ايضا عملت اتصال مع اللواء احمد جمال في مصلحه الامن العام، الراجل مشكور قال لي انا قاعد وبتابع اول باول واطمئن ان شاء الله ما فيش حاجه وبنتابع اول باول. يعني ما فيش اي مشاكل سياده اللواء. احنا قلنا له تعليمات رئيس النادي شار جلال ابراهيم بيقول الفريق يكمل ما يرجعش. الفريق يكمل ما يرجعش. يعني هو كان هم طبعا لما لا نفسهم واقفين بتبقى طبعا حاله من الارتباك، لكن احنا بنقول لهم يعني احنا على اتصال بوزاره الداخليه وعلى اتصال بالجيش، وبنقول لهم لا انتوا كملوا ما فيش حاجه اسمها نرجع، كملوا. واعتقد ان هم في يد امينه، واعتقد ان الجيش والشرطه قادرين على حمايه لعبتنا وحمايه فريقنا. لا وان شاء الله جمهور بورسعيد هيحمي لعيبه الزمالك، واحنا عارفين العلاقه ما بين الزمالك والمصري والعلاقه ما بين حسام حسن وابراهيم حسن والنادي المصري وشعب بورسعيد يا سياده اللواء. احنا بنقول هذا الكلام، بنقول ان شعب بورسعيد هو اللي هيحمي فريق الزمالك وهيحمي جمهور الزمالك. بالظبط يا جماعه شعب بورسعيد احنا بنحبه جدا وهو بيحبنا جدا. وهو اللي هيحمي فرقتنا، شعب بورسعيد هو اللي هيحمينا، هو اللي هيسقف لنا وهو اللي هيحمينا، هو اللي هيوصلنا لغايه الملعب، وان شاء الله يكون يوم كويس والمباراه تفوت على خير، لان احنا تربطنا علاقات قويه جدا بيننا وبين شعب بورسعيد والشعب المصري. اكيد سياده اللواء بالتوفيق ان شاء الله، ولو في اي حاجه يا ريت سيادتك تبلغنا ان شاء الله.